مرحبا حبايبي. وصفتنا لليوم لحم بعجين أو الصفيحة. رح نحضرها على أصولها. بيلزمني لتحضير الصلصة 400 غرام لحمة، أنا ضايفتلها 100 غرام دهنة، 4 حبات بندورة، طماطم، حبة فلفلة خضراء وقرن فلفلة حمراء حدة وهذا اختياري، بصل، ملح، فلفل أسود وفلفلة حمراء مطحونة، البابريكا. بالنسبة للعجينة بيلزمنا كيلو طحين، نص كاسة كبيرة زيت، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة ملح ومي دافية للعجن. رح انزل معلقة الخميرة ومعلقة السكر، ورح انزل نص كاسة كبيرة مي دافية. حنقلبهم بشكل منيح. راح اغطيهم واتركهم حتى تتفاعل الخميرة. هلا راح اشيل النايلون. شوفوا الخميرة كيف تفاعلت حبيباتي. هلا راح انزل نص كاسة زيت. هلا راح انزل الطحين. وراح انزل معلقة صغيرة من الملح. هلا بدنا ننزل المي بالتدريج. مثل ما قلت لكم المي لازم تكون فاترة حبيباتي. لسه بنحتاج مي. مثل ما قلت لكم المي بالتدريج. انتوا بتحددوا كمية المي يلي بتلزمكم حبيباتي. بتضل ندعكها لحتى تتكون عنا عجينة طرية وملسة. هلا راح انزل شوية زيت هيك بهالشكل ونزل العجينة. بدي اغلف العجينة بالزيت. هلا بدي غطيها، نتركها بمكان دافي ليتضاعف حجمها وتنتفخ. راح استخدم ماكينة الكبة. فينكم تستخدموا محضرة الطعام وفينكم تستخدموا المبرشة. تستخدموا القطعة الناعمة لفرم اللحمة، بينما القطعة الخشنة تستخدموها للبندورة والفلفلة والبصل. راح استخدم مصفاية. هلا بدي احط الخشنة.
مثل ما انكم ملاحظين انا التتبيلة كلها حاططها بمصفاية لحتى السوائل كلها تنزل قبل ما نضيف البهارات. شوفوا السوائل اللي نزلت. هلا راح نضيف التوابل، الملح، الفلفل الاسود. حبيباتي انا ما بضيف اي نوع بهارات لحتى ما تتغير طعمة اللحمة، والفليفلة الحمراء المطحونة، البابريكا، ونقلبهم. هيك التتبيلة صارت جاهزة معنا. هاي العجينة صارت جاهزة. هلا رح نعمل لها دعكة خفيفة. حبيباتي اذا لقيتوا العجين عم يلزق بايدكم فينكم ترشوا شوية طحين، بس لا تكتروا لحتى العجينة ما تنشف معاكم. هلا بدي اقطع العجين. هيك بهالشكل. بنقطع العجين لقطع على حسب قياس القرص يلي بدك تحضريه. هلا بناخد قطعة بنفردها بهالشكل. فيكم تستعملوا الشوبك كمان. ما بدنا نرقق العجينة كتير ولا بدنا نسمكه. شايفين شلون؟ هيك بدها تكون سماكة العجين، لا رقيق ولا سميك. فينك تشكليون على شكل دوائر مثل ما عملنا، وفينك تشكليون على شكل طولي هيك بهالشكل. هلا بدنا نمد التتبيلة.
ما بدنا نكتر حشوة حبيباتي لحتى تستوي منيح. أنا بقصد اللحمة لحتى تستوي اللحمة منيح معانا. بنضغط حبيباتي على التتبيلة هيك بالمعلقة لحتى تلزق بالعجين، لحتى وقت نخبزها ما تنزل التتبيلة لحال والعجين يضل لحال. هلأ صارت جاهزة لندخلها على الفرن. لازم يكون الفرن محمى بشكل منيح. مندخل الصينية بشكل سريع لحتى ما تنزل حرارة الفرن ويستوي بشكل أسرع. منشغل الفرن من تحت، ما في داعي نستخدم الشواية لحتى ما ينشف العجين ويقسى معانا. ومجرد ما طلعناه من الفرن منغطي العجين بقطعة قماش أو كيس من النايلون مشان البخار يطري العجين. وهيك وصفتنا صارت جاهزة حبيباتي. بشوفكن على خير إن شاء الله. باي باي.